مرحبا، راح أقدم لكم طريقة عمل المادلين. هنا عندي 75 غرام طحين، تقريبا نص كوب زائد ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ونص كوب 50 غرام سكر باودر، ونص كوب فستق حلبي مقطع ناعم، بيضتين، 90 غرام زبدة مذابة، ملعقة كبيرة ماء زهر، وملعقة كبيرة عسل. تقدرون تشوفون المقادير بأسفل الشاشة. هنا عندي زبدة مذابة وضفت لها العسل، وراح أضيف لها السكر، وبعدين راح أضيف الفستق وماء الزهر. راح نخلط الطحين ويا البيكنج باودر، وأنا استعملت طحين الكيك، وإذا غير متوفر عندكم تقدرون تستعملون طحين جميع الاستعمالات. هاي الوصفة جدا سهلة وما تحتاجون ماكينة كهربائية، مجرد خلط المكونات بملعقة، وتحضيرها ما يستغرق أكثر من 10 دقائق. راح أضيف أول بيضة وأخفقها إلى أن تتجانس مع الخليط، وبعدين أضيف البيضة الثانية. عندي قوالب مادلين دهنتها بزبدة ورشيتها بالطحين، ولما تخلون الخليط بالقالب حاولوا لا تملون القالب أكثر من 3/4 لأن راح ينتفخ بالفرن، ويستحسن تستعملون قوالب معدنية مو سيليكون لأن المعدن ينطي نتيجة أفضل. وخبزوها بالفرن على درجة حرارة 175 مئوية لمدة 10 دقائق أو إلى ما تاخذ اللون الذهبي. تركوها تبرد لمدة 10 دقائق، وإن شاء الله تعجبكم، وشكرا على المتابعة.